النهارده المكسب بجد محمد اسماعيل. تمام. محمد اسماعيل النهارده في بعض المواقف فكرني باشرف قاسم. معقوله؟ والله لما بياخد الكرة كده ويطلع بيها ويزقها ويزيد بيها، الراجل ده لو لعب 3 4 ماتشات هيلعب منتخب مصر. ويرحمنا بقى بالناس اللي بتطفش، يرحمنا من اللعيبه، لان الكرة في العالم كله دلوقتي هو بيلعبوا دلوقتي محمد صبحي ليه؟ كانوا بيلعبوا مصطفى شوبير ليه؟ عشان يلعب الكرة من ورا بالرجل. تمام تمام. طيب لما انا كحارس مرمى العب برجلي وقدامي الاثنين المساكين بيعرفوا يلعبوا برجليهم، واخد بالك؟ وعندي كمان واحد ديفندر، مش ديفندر اللي هو بيلعب 8، بيعرف يباصي، واخد بالك؟ وعندي كمان 10 بيعرف يلاعب الناس اللي قدام. يبقى انت كده ايه؟ تمام. استحوذت. تمام. الف في كرة استحواذ. ليه؟ لان بتطلع من الجون صح، تروح للمساك صح، يحطها للراجل اللي في نص الملعب صح، الراجل يحطها الرقم 10 صح، يبقى انت عملت خطورة على المرمى. صح؟ كلام جميل. طيب النهارده انا شايف ان محمد اسماعيل ده مكسب كبير لنادي الزمالك، وهنا بقى العين تفرق، ما تزعلش. محمد اسماعيل ده السنة اللي قبل اللي فاتت وهو في زد في زد